يا مساء الجمال عليكم كلكم، يا رب تكونوا بخير يا رب. النهارده جايه لكم اوريكم انا عملت 53 قطعه ناجتس بنص كيلو بانيه بس. ازاي؟ بصوا بسم الله ما شاء الله الكميه قد ايه، والطعم خرافه والقوام خرافه زي ما انتم شايفين، والقرمشه بسم الله ما شاء الله. اول حاجه جبتها نص كيلو بانيه، وجبت بطاطسايه كبيره وسلقتها 3 ارباع سلقه، ونشفتها من الميه خالص او سلقتها كويس، والمهم ما يكونش فيها ميه خالص، سبتها ايه تصفي خالص. والبانيه ده تبلته قبلها بيوم، حطيت عليه بقى كل اللي انت بتحطيه عندك في البهارات. واللون ده انا وصلت له ازاي، حطيت طماطمايه قطعتها وبصلايه فرمتها وملح وفلفل وثوم باودر وبصل باودر والبابريكا طبعا، وحطيت عليها بقى حاجات اللي خلت اللون وصل لكده: معلقه كبيره من الصلصه، ومعلقه كبيره من الصويا صوص، ومعلقه كبيره من ال الايه دبس الرمان والمستردة. كل حاجة معلقة كبيرة معلقة كبيرة معلقة كبيرة. وحطيت لها بقى، اما تحط لها معلقة سكر بيخليها طعمها حلو وبتبقى مفيهاش زفارة، او تحط لها معلقة عسل اسود. يعني بص انا بوريكم دلوقتي انا حطيت ايه عشان خاطر انا ما وريتكوش وانا بتبلها. ده الصلصة والدبس الرمان والصويا صوص الفاتح، وحطيت لها المستردة ومعلقه عسل اسود. وهنشوف مع بعض طبعا الطعم بقى تحفه طالما بتبيت في الحاجات دي كلها، لا بيبقى فيها ريحه زفاره ولا فيها حاجه. اول حاجه بتغسليها بالملح والفلفل والليمون، وبعد كده تروحي ايه مبيتها في كل الحاجات اللي انا قلت لك عليها دي، وكل واحده بقى والتوابل بتاعتها. المهم تكون فيها توابل حلوه علشان خاطر تطلع ما فيهاش ريحه خالص وتبقى طعمها حلو، لان اللحم بيشرب من الايه التوابل اللي انت بتحطيها فيها. وبعد كده نروح جايبين المفرمه بتاعت اللحمه وفارمين ايه النص البانيه ده كله باللي فيه، بالطماطم بالبصل بكل. انا بصراحه فرمتها بكل اللي فيها ده، كل دي اطعمه. والحاجات الصويا صوص والحاجات اللي انا حطيت فيها دي برضو كل دي اطعمه، قطعتها صغير ورحت فرمها في الايه في المفرمه. هنشوف مع بعض خطوه بخطوه وصلنا للقوام ده ازاي وايه المكونات. واللون ده كمان انا حطيت لها حاجه كمان خليتها عززتها بالطعم وباللون والمكونات. وهنشوف مع بعض خطوه بخطوه احنا عملنا ايه. بصراحة كانت رهيبة، تملي بقى بيها تلاجة من اما تعوزي. بصي الجمال، لازم تتعمل عجينة كده. جايين من الشغل مفيش وقت تاكلوا، بين الوجبات جوعتوا، سهر الساعة بتاعت بالليل مثلا، سندوتشات الصبح. بصوا هنهرس البطاطس، يعني ما بنستغناش عنها في البيت خالص الناجتس دي. نفرمهم مع بعض بقى، اللحمه والبطاطس بعد الفراخ والبطاطس بعد ما خلصنا وهرسناهم. بصوا نحط قطعه وقطعه عشان يبقوا كلهم ماسكين مع بعض وقوام واحد. هنشوف بقى مع بعض لما احطهم هحط عليهم بهارات ايه تاني. بصوا اهي البهارات اهي، حطيت معايا معلقه نشا كبيره، معلقه ملح، معلقه بابريكا، توم باودر، بصل باودر. وفي عندي هنا ممكن تحطي بقى اما مرقه فوريه او مرقه الدجاج، او مش عايزاها تحطي بهارات فراخ عادي زي ما انت عاوزه، معلقه تكون مليانه. وهنا معلقه دقيق كبيره. وفي عندي فلفل اسود معلقه صغيره، ودي النشا قلنا عليها. وفي معلقتين كبار بقسماط ناعم. طبعا هي دي البهارات اللي احنا هنحطها على الحاجات اللي فرمناها، اللحمه والفراخ والبطاطس. وهنعجنهم مع بعض كويس جدا جدا جدا. وبعد كده نروح جايبين صاج كبير ودهنينه زيت. البيضة نسينا البيضة أهم حاجة طبعا، دي اللي بتمسك القوام وبتدي طعم في منتهى الجمال. مش عايزة تحطيها بلاش، بس دي بتدي قوام في منتهى الجمال. والدقيق والبقسماط بيشربوا أي سوائل في العجينة اللي انت عاملاها، بيخلي القطعة متماسكة وجميلة وقوامها حلو وهشة ومقرمشة. النشا طبعا أساسي في الوصفة دي. هنشوف مع بعض انا فردتها ازاي، اسهل طريقة لعمل الناجتس. كان الاول واحد بقى يقعد ايده تلزق ويزهق من تشكيلها وتاخد وقت وغلبة. انا عملتها النهاردة بطريقة في منتهى السهولة ومنتهى السرعة. بصوا التلزيقة دي كلها مش هتحسي بيها. بصوا جبت بقى الصاج اهو، دهنته زيت عشان خاطر لما اجيب اي كيس احط عليه يلزق على طول. كيس تلاجة كبير، عندك كيس بلاستيك تفرديه عادي. بص المهم تفرديه في الصاج كده بحيث انه يبقى مش ما يعملش كلاكيع تحت العجينه او اي شكل. وهننزل العجينه، واهم حاجه ايدك تبقى مدهونه بالزيت. انت بصي انا حتى الكيس دهنته بالزيت هو كمان، لاني هحطه فوق العجينه وهفرد بيه عشان خاطر اسهل على نفسي الفرد. وهفضل افرد بقى، افرد وفي الزوايا واظبطها من البواز بتاعه الصاج بحيث انها تبقى كلها نفس المستوى وعلو واحد، مفيش حته عاليه وحته تخين وحته رفيعه. ونخلي شكل الصباع حلو كده بتاع الناجتس.
وشوفي بقى الاشكال اللي انت عاوزاها، هتقطعي الاحجام اللي انت عاوزاها وبالكميه اللي انت عاوزاها. عايزه تعملي صابع طويله صابع قصيره براحتك خالص، التشكيل ده يرجع لك انت. بس اهم حاجه ان انت تفردي كده بالكيس اللي عليه زيت، وايدك بتبقى من تحت كده فيها زيت برضو، وتفردي بصي عشان خاطر يبقى القوام كله زي بعضه، وتخليها ملساء كده كلها، ما فيهاش اي مكان حتى للصوابع وانت بتفردي. بصوا بقت عامله ازاي. هنجيب السكينه برضو، اهم حاجه السكينه ندهنها زيت علشان تعرفي تمشي فيها، لان دي عجينه بتلزق اهي. هنفضل نعمل كده لغايه ما نعمل الاشكال اللي احنا عاوزينها، كانك بتعملي عراقيش بالظبط، بس لازم السكينه تكون مدهونه زيت. بصي من وقت للتاني هحس انها هتلزق، اروح مطلعاها ودهنها زيت تاني، واشوف الاشكال بقى على حسب الاحجام اللي انا عاوزاها. انا قطعتها بالطريقه دي وطلعت ما شاء الله صوابع زي ما شفتوا كده، مش قصيره ولا صغيره، ويعني حجمها كان معقول جدا. بصوا شكلها عامل ازاي. بعد ما هقفل عليها خالص كده هروح حطها فين في الفريزر، واسيبها لغايه ان شاء الله تاني يوم، وتطلعوها بعد كده تشوفوا هتعملوا ايه. شفتوا بقى بعد ما طلعتها من الفريزر سهلة التكسير والتقسيم ازاي، ما هيش صعبة خالص. هنا هنجيب لبن ونحط عليه معلقتين دقيق وملح وفلفل وبيضة ونقلبهم كويس، علشان خاطر دول هنحط فيهم ايه القطع قبل ما نحطها في البقسماط. والبقسماط الناعم جبته ورحت جايبه عليه معلقتين دقيق، ورحت حاطه عليه بقى الايه الكريسبي المقرمش بقى، هو ده اللي بيدي القرمشه واللون الجميل اللي شفتوه في اول الفيديو ده. وطبعا تحطوا بقى ملح وفلفل وتوم باودر وبصل باودر، وما تحاولوش تحطوا بابريكا ولا بهارات ولا فلفل اسود كتير عشان ما يغمقش الكفر. وهنبدأ ننزل بقى بالقطعة في الاول كده في اللبن والدقيق والبيضة، ونروح حاطين بقى، عايزين تزودوا بيض زودوا مفيش مشكله، بس هو القوام ده كده حلو قوي. هننزل بقى بيها في البقسماط ونديها كفر، وبعد كده نرجع بيها تاني على السائل ده اللي نحطها فيها، وعشان خاطر الكفر يبقى مقرمش متبقاش فاضيه كده. تقطمي القطمه من دول يعني ما شاء الله، زي ما انتم شايفين المكونات كلها مغذيه ومشبعه ومفيده ومقرمشه، وطعمها حلو من كل حاجه، يعني شكل وطعم ومكونات. وهنبدأ بقى على كده الكمية كلها نفضل نعملها في اللبن والبيض، ونرجعها في البقسماط تاني مرة والتانية، ونروح مطلعينها. بصوا شكلها بيبقى عامل ازاي وحجمها بقى عامل ازاي، فما تحاولوش تكبروا القطعة. وبصوا الكمية بسم الله ما شاء الله رمت بطريقة غير طبيعية، وملت التلاجة ما شاء الله. يعني اقولك ايه، حطي بقى براحتك وكلوا براحتكم، وسندوتشات واتعشوا واتغدوا وافطروا خدوا معاكم، اللهم صل على النبي. يعني بص شكلها بيبقى جميل ازاي. احنا هنعمل ايه على قد ما نقدر، نحاول نوفر ونغذي اولادنا وبأقل الامكانيات. بسم الله ما شاء الله. وفرصة اليومين دول البانيه يعتبر رخيص ب150 دلوقتي في السوق، فهاتي واملي تلاجتك واعملي كل اللي انت عاوزاه. وسهلت عليك طريقة التشكيل والتقطيع اهي. دي كانت هي اصعب حاجة في الناجتس عموما يعني. بصوا اهو واحدة ورا التانية. بص الكمية بسم الله ما شاء الله، وكان لسه في تاني والكمية كلها طلعت اهي. والف هنا وشفا، ولسه هنحطها تاني بقى في الزيت وفي النار نسويها، وتشوفوا شكلها وهي بتستوي في منتهى جمال. بسم الله ما شاء الله، الف هنا وشفا. ويا رب يكون اللي وصل معايا لغاية هنا في الفيديو يكون حط لايك، واشوفكم في فيديو جديد على قناة حوادثنا ان كيتشن، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.